وريني حاجة واحدة ممكن تطلع بيها من الدنيا دي. جسدك وهيبقى تراب، شهادتك وهتترمي في الزبالة، وظيفتك ومركزك هينسوا الناس، أموالك هتتركها. أكيد أكيد أكيد. روح اتفرج على أي واحد ميت وانت تعرف ان انت مش هتطلع بحاجة أبدا. لكن في حاجة ممكن ما تتخدش منك أبدا. الحاجة ديت هي المسيح. هو ده إكليلك، وهو ده نصيبك، وهو ده اللي انت عايش من أجله وبتجري وراه وبتنفذ الوصية. عشان كده ربنا يسوع قعد يقول لنا يا ولادي خلوا بالكم خالص، نقاوة القلب، نقاوة القلب. فأنا كل المسيح بيقول كده، أنا كل هدفي يا ولادي من الوصية إن أنا أخلي قلبكم مسكن ليا. شوف أنا بديك جزاء ومكافأة خطيرة، إن أنت هتاخد المسيح، يعني أنت بتنفذ الوصية عشان قلبك يكون نقي، والجزاء بتاعك إن المسيح يحل فيه. هتمشي في الشارع كده وتحسس على نفسك وأنت ماشي، أقول لك بتعمل إيه؟ بتقول لي ربنا جوه. محاسب على نفسك أوي. أقول لك مالك خايف على نفسك كده؟ يا ترى في محفظة خايف عليها جوه ولا خايف على ايه؟ قل لي ابدا، ولا بيهمني محفظة ولا بيهمني حاجة. انا خايف على ربنا انه يمشي من قلبي. عشان كده ده الكنز بتاعي، الكنز المخفي، انا بجري وراه بكل قوتي، مش عاوز يسيبني ابدا. هو ده الايمان بتاعي. فربنا يعطينا دايما ان احنا نفهم الهدف الاول والاخير من الوصية، ان حياتنا تكون في نقاوة مستمرة عشان ربنا يكون دايم السكنة فيها. لإلهنا المجد الدائم ابدين امين.